هاي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم قناتي قناة بتمارو. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو ده كتير قوي علشان يوصل لعدد كبير من الناس، ودوسوا كمان سبسكرايب في القناة عشان فعلا انا بتعب قوي في المحتوى ده. فعلشان يوصل لعدد كبير من الناس، كل اللي بيشوفني يا ريت يدوس سبسكرايب، وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس لكل الاشعارات. ويلا بينا نبتدي فيديو النهارده هنعمل مع بعض صينية لازانيا حلوة جدا 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 وهتعجبكم بجد. وعلى قد ما نقدر هنحاول نقلل الدهون اللي فيها. اول خطوه عملتها عشان اقلل الدهون في صينيه اللازانيا دي، ان انا اللحمه المفرومه هعصجها من غير دهون خالص. لو انتم ملاحظين ان انا حطيت الحله على النار، سخنت قوي، حطيت فيها اللحمه المفرومه بتاعتي. هتصدقوا ان اللحمه المفرومه دي ربع كيلو وهتعمل لي صينيه لازانيا كبيره. تمام. حطيتها كده على نار عاليه لحد ما تغير لونها. بعد كده هنزل ببصلايه كبيره متقطعه مكعبات صغيره. تمام. اكبر بصلايه عندكم، لو ما عندكوش بصل كبير يبقى استخدموا بصلتين صغيرين. والبصل اللي بنستخدمه في وصفه اللازانيا دي اللي هي في تعصيج اللحمه بصل ابيض مش احمر. تمام. ولو عايزين تعرفوا الفرق بين البصل الابيض والاحمر هحط لكم لينك الفيديو ده عاملاه على القناه في صندوق الوصف. تمام. نزلت بالبصل بتاعي. هنزل بقى بالبهارات بتاعتي، شويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه بهارات سبع، وشويه جوز الطيب، وسنه شطه. اللي مش عايز يحطها يعني ده تفضيل شخصي، هي بس بتدي طعم كده، بس مش بتكون سبايسي خالص. بس هبتدي اقلب بقى واسيبهم على نار هاديه لحد ما اللحمه تنزل الميه بتاعتها كده شويه ويتعصجوا. تمام. وهبتدي اكمل بقيه الخطوات. هنا اللحمه خلاص ابتدت تدخل في السوا، بشرط 3 طماطمات. تمام، على المبشره، وحطيتهم على اللحمه. طب ايه لازمه الطماطم دي؟ بتدي كده للحمه تبقى جوسي كده، مش ناشفه. تمام. تبقى فيه جوسس كده جوه صينيه المكرونه، حلوه جدا جدا، ما بتبقاش ناشفه كده ومفروله، لا بتبقى جوسي. تمام. وهزود كمان معلقه صلصه طماطم او معجون طماطم، معلقه كده صغيره. وهزود نص كوبايه ميه، بس كده. وهسيب الكلام ده كله على نار هاديه خالص، تكون اللحمة استوت. تمام. وكله اتشرب من طعم بعضه. خلاص، يلا بقى بينا نعمل البشاميل بتاع اللازانيا. وبشاميل اللازانيا بيكون بشاميل خفيف، مش تقيل يعني، ولا خفيف قوي مية ولا تقيل قوي. بيكون متوسط عشان احنا اللازانيا بتاعتنا جايبينها اللي هي بتتحط على طول في النية في الصينية، ما بنسلقهاش الاول. فعلشان تستوي كويس لازم يكون البشاميل قوامه متوسط، اللي هو تستوي فيه المكرونة. حطيت 3 معالق كبار سمنة، تمام، او زبدة. هنحط عليهم خلطة البشاميل، وهزود عليها معلقة دقيق. طب اشمعنى خلطة البشاميل بتدي قوام حلو قوي للبشاميل؟ وحطيت عليها معلقة دقيق، وقلبت قلبت لحد ما اشم ريحة الدقيق، يبقى كده هو الدقيق استوى. هنزل بلتر كامل لبن او كيلو لبن، لتر بما يعادل كيلو لبن. تمام. وهفضل اقلب اقلب لحد ما البشاميل يتقل معايا. تمام. هوريكم القوام المظبوط بعد ما يبتدي يتقل معايا. هحط له شويه ملح، قد معلقه صغيره ملح، وشويه فلفل اسود، وسنه جوز الطيب بسيطه، بتدي طعم للبشاميل. اللي مش حابب يحطها براحته. وهبتدي اقلب اقلب لحد ما بقى القوام. ما تسيبوش البشاميل عشان ما يكلكعش معاكم، افضلوا قلبوا. بصوا القوام ابتدى بقى يتقل معايا ازاي. تمام. هو ده القوام المظبوط اللي انا محتاجاه. يلا بينا بقى على صينية اللازانيا نعملها. اول حاجة انا جبت الصينية البايركس اللي عندي، دهنتها زبدة كده علشان ما تلزقش من تحت. تمام. وهحط كبشة بشاميل من تحت، عشان زي ما قلت لكم اللازانيا هنحطها مش مسلوقة، فهتستوي ازاي؟ لازم يكون تحتيها بشاميل وفوقيها كمان بشاميل.
اللازانيا لو مكسرة عادي جدا جدا ولا يهمكم، اول ما تستوي اساسا كلها بتلحم في بعضيها. انا بتاعتي جت مكسرة، ده من نوع ما طلعش حلو، فعادي جدا. بصراحة احسن نوع مكرونة جربتها روجينا، فلو لقيتوا اللازانيا روجينا هاتوها على طول بدون تفكير. هبتدي بقى احط الرقات بتاعتي، انا هحط رقين تحت ورق فوق، تمام، وعلى حسب ما تحبوا. اهم حاجة البشاميل يغطي المكرونة كلها كويس جدا. هبتدي دلوقتي احط اللحمة المفرومة بتاعتي. بصوا الربع كيلو، شايفين يعني بجد كفة ويوفوت كمان كفة وزيادة، لان احنا مزودين بصل وزودنا طماطم، ف عمل يعني كمية حلوة. بعد كده هبتدي بقى احط اللازانيا، اخر رق معايا احطه من فوق. وهزود بقى بقية كمية البشاميل بتاعتي على الوش كده. بصوا بقى، عايزين تحطوا جبن حطوا، ما عندكوش مفيش اي مشاكل. انا عندي جبنه شيدر مبشوره وجبنه ايمنتيل دي، تمام، جبتها مره وبصراحه كنت يعني جايباها اجربها كسندوتشات وما عجبتنيش، فروحت بشرتها وقلت هستخدمها في حاجات زي كده، فحطيتها على الوش، عطت لون حلو وبتدي طعم حلو في لما بتسيح مع الحاجات دي، تمام. فرشيت عليها كده من على الوش. لو عندكم جبنه موتزاريلا تمام جدا، اي نوع جبن رومي مبشور حطه على الوش، تمام. ما عندكوش زي ما بقول لكم مفيش مشاكل، هي كده تمام. بس كده هسوي البشاميل على الاطراف وهدخلها الفرن على درجه حراره 200، مش هتقعد اكتر من تلت ساعه وتطلع على طول، تمام. اول ما تلاقوها بتغلي كده تروحوا مولعين الشوايه، تغلي شويه طبعا عشان المكرونه تطيب، وتولعوا الشوايه تاخد لون وتطلعوها على طول. انا برش كده شويه جبن على الوش، مش كتير، يا دوبك رشة بسيطة بس تدي لون كده من فوق، وهتطلع معانا بالمنظر التحفة ده. تحفة جدا جدا جدا. جربوها وقولي رأيكم، هستناكم تجربوها وتقولوا رأيكم، بجد حلوة. وشايفين البشاميل سايح ازاي؟ تحفة جدا. جربوها وهستنى رأيكم في الكومنتات. دوسوا لايكات كتير قوي للفيديو ده، واللي لسه ما اشتركش يا ريت يشترك. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة ووصفات جديدة. مع الف سلامة.